بعد ما كل شركة قدمت أفضل ما عندها في الفئة الاقتصادية من الأربع شركات ريلمي، شاومي، سامسونج، انفينكس، دلوقتي بقى جه الوقت نشوف مين أكتر شركة قدمت موبايل متوازن لسنة 2025 في الفئة الاقتصادية. قبل أي حاجة لايكك، سبسكرايبك، وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. المقارنة اللي انت هتشوفها في الفيديو ده ما اتعملتش قبل كده، دول 4 موبايلات والأول مرة هتشوفهم مع بعض في مقارنة عشان نعرف مين الشركة اللي فعلا بتقدم موبايلات خرافية في الفئة الاقتصادية أو بتقدم أعلى قيمة مقابل سعره وبتحاول إنها تخدم المستخدم. أما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو ونتعرف على ال4 موبايلات دول. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. وخليني اقول لك مبدئيا كده ال4 موبايلات وكل موبايل سعره كام بالدولار، وانت بقى حول زي ما انت عايز على حسب عمله بلدك. ونبدا باقوى منافس موجود دلوقتي، هو من شركه انفينكس، هو الانفينكس هوت 50 برو. الموبايل سعره دلوقتي بيبدا من $149. اما بالنسبه للموبايل الثاني هو من ريلمي في الفئه الاقتصاديه، وهو الريلمي سي 75، سعره بيبدا من $220. ثالث موبايل هو الريدمي نوت 14 ال4 جي مؤخرا، وبلاش ال5 جي لان سعره غالي شويه، سعره بيبدا من $205. واخيرا موبايل مشهور عندنا في السوق المصري هو السامسونج اي 16 من شركه سامسونج، وسعره $185. وركزت على التسعير عشان التسعير بيفرق كتير. التصميم انا بالنسبه لي كاكتر موبايل قدم لي تصميم مش بس كشكل، الى جانب دعم مقاومه غبار وميه محترمه، هو الريلمي سي 75. موبايل بيجي بتصميم من ماده البوليكربونات، شكله كويس، ما عنديش عليه اي اعتراض تماما. كل الموبايلات اللي هنتكلم عنها شكلها كويس، يعني مش وحش، مقبوله جدا، هو على حسب اختيارك انت الذوقي بقى. الموضوع بتاع التصميم ده ذوق شخصي بحت، ولكن كتصميم متوازن ريلمي قدم لي تصميم زي ما قلت لك من ماده البوليكربونات زائد اي بي 69 كاعلى معماريه لمقاومه الغبار والميه. وزن الريلمي في المقبول 196 جرام. اما بالنسبه للمركز الثاني فهو هيكون من نصيب الثلاث شركات، لان كلهم زي بعض بيقدموا لك تصميم من ماده البوليكربونات، سواء كان الانفينكس هوت 50 برو او حتى الريدمي نوت 14 او السامسونج اي 16 مع دعم مقاومه طرطشه الميه اي بي 54 لكل من الثلاث موبايلات. وزن انفينكس 190 جرام، وزن الشاومي ريدمي نوت 14 حوالي 196 جرام، واخيرا وزن السامسونج اي 16 200 جرام، يعتبر اتقلهم ولكن الفروقات ما بينهم مش كبيره. يعتبر اخف موبايل هو الانفينكس هوت 50 برو لو انت عايز تمسك موبايل خفيف. اما بالنسبه لنقطه الشاشه ففي معايير بنحطها مع بعض عشان نقيم الشاشه. اولا نوعها، الريفريش ريت قد ايه بالظبط، طبقه الحمايه اللي عليها، مستوى السطوع، كل الحاجات دي بتفرق. واقوى شاشه هنا هي شاشه الشاومي ريدمي نوت 14، شاشه اموليد 6.67 انش كعاده شاومي، فول اتش دي بلس. الشاشه جايه بالهول بانش، حافه قليله. الشاشه دي بتوصل معاك في البيك ل 1800 نتس. مش بس كده، الشاشه جايه لك كمان بالهول بانش، وعندك كمان طبقه حمايه على الشاشه كورنينج جوريلا جلاس 5. فانت لو بصيت على الشاشه دي هتلاقيها متكامله من كله، اموليد بالوان ممتازه، بسطوع عالي، بريفريش ريت عالي، بطبقه حمايه، بكل حاجه. فدي بالنسبه لي الشاشه خطيره. وبالمناسبه كل الشاشات هنا مش كيرف، كل الشاشات هنا مسطحه تماما. اما بالنسبه لتاني اقوى شاشه هي شاشه الانفينكس هوت 50 برو، شاشه اموليد 6.78 انش، اكبر من شاشه شاومي، فول اتش دي بلس برضه 120 هرتز. الشاشه بتيجي بالهول بانش وحافه قليله، والشاشه بتوصل برضه في البيك ل 1800 نتس. ولكن انفينكس ما عليهاش طبقه حمايه، فعشان كده انا حطيت شاومي في المركز الاول عشان عليها طبقه حمايه. وبالمناسبه شاشه الانفينكس فيها حاجه مش موجوده في اي شاشه تانية، وهي انها بتدعم الاولويز اون ديسبلاي. اما بالنسبه لثالث شاشه في القوه هي شاشه السامسونج اي 16، شاشه سوبر اموليد، الوانها ممتازه. الشاشه هنا كمان 6.7 انش، حجمها مناسب جدا. الشاشه كمان 90 هرتز، فول اتش دي بلس. وبالمناسبه السطوع في السامسونج 800 نتس، اقل شويه حلوين من الانفينكس ومن الشاومي. ولكن للاسف الشاشه لا عليها طبقه حمايه ولا بتيجي بالهول بانش، بتيجي بتصميم قديم ووتر دروب نوتش، والحافه السفليه كبيره نسبيا. واخيرا شاشه الريلمي سي 75، شاشه من النوع اي بي اس، حجمها 6.72 انش، فول اتش دي بلس، ولكن السطوع هنا قليل، اقل شاشه فيهم 690 نتس. والشاشه هنا جايه بالهول بانش وحافه قليله، والشاشه بتدعم ال 90 هرتز وعليها طبقه حمايه محترمه ارمور شيل تمبرنج. فانا بالنسبه لي دي ترتيب الشاشات: شاومي، ثم انفينكس، بعد كده سامسونج، واخيرا ريلمي. وده طبعا لان الثلاث شركات دول شاومي وانفينكس وسامسونج بيقدموا لك شاشات اموليد خطيره بالوان ممتازه. ودلوقتي بقى ننتقل لنقطه الاداء، مين بيقدم اقوى اداء هنا؟ وهنا بدون اي تفكير انفينكس هوت 50 برو اقوى اداء موجود. معالج
جي 100 مع نسختين 8128 او 8256. واجهه انفينكس الاكس او اس 14.5 المبنيه على اندرويد 14 بتاخد اداء سلس مع ال 120 هرتز وبتاخد اداء العاب محترم، وفي نفس الوقت الموبايل بيدي لك انك تركب شريحتين وكارت ميموري مع بعض، وسنين الدعم في انفينكس هم سنتين سوفت وير ابديت وبعد كده تحديثات امنيه فقط. فاداء ممتاز، توصل ل 60 فريم في لعبه زي ببجي، ده اعلى موبايل ممكن يدي لك اداء. اما بالنسبه لاقوى تاني اداء موجود هو السامسونج اي 16 والريدمي نوت 14، لان الاثنين بيجوا بمعالج جي 99. السامسونج عندك منه 3 نسخ 428 628 و856. اما شاومي عندك منه 628 828 و8256. الاثنين محترمين، الاثنين بيجوا باندرويد 14، ولكن شاومي بيقدم لك الهايبر او اس، سامسونج بيقدم لك ال1 يو اي 6.1، والاثنين بيدعموا انك تركب شريحتين او شريحه وكارت ميموري، والاداء محترم. ولكن انا ميال اكتر لسامسونج في الاداء اليومي. انا عن نفسي بحب ال1 يو اي اكتر من الهايبر او اس، ولكن في اداء الالعاب الاثنين ممتازين. ممكن انت تميل لشاومي اكتر لانك مع شاومي بتاخد شاشه باستحواذ افضل والشاشه شكلها اشيك، فدي بتفرق معاك كتير. بس الاثنين ادائهم ممتاز. في لعبه زي ببجي بتاخد 40 فريم مرتاح في نقطه الالعاب. واخيرا ريلمي سي 75 اللي بيجي بمعالج كويس ميديا تك هيليو جي 92 ماكس، معالج محترم. عندك نسختين 8128 او 8256. احلى حاجه في الموبايل ده انه زي انفينكس انك بتدعم تركيب شريحتين وكارت ميموري معاهم في نفس الوقت، والموبايل برضه بيجي باندرويد 14 وعليه واجهه ريلمي يو اي 5.0، والاداء حلو ولكنه اقل من انفينكس، اقل من شاومي، واقل من سامسونج. ده يعتبر اقل اداء فيهم، بس ستيل بتاخد اداء محترم جدا، مفيش اي مشكله تماما. فالاربع موبايلات في الاداء محترمين، ولكن فرق السعر زي ما قلت لك انفينكس 149 دولار، سامسونج 185 دولار الاغلى شويه. بعد كده عندك الشاومي ريدمي نوت 14 205 دولار، واخيرا ريلمي اغلاهم 220 دولار. وتعالى ما ننتقل لنقطه الكاميرات. افضل واحد بيقدم لي تعدديه كاميرات هو السامسونج. انت عندك كاميرا اساسيه 50، كاميرا الترا وايد 5، وعندك كاميرا 2 ماكرو، وعندك كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل. فانت معاك زاويتين، الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد. الصور ممتازه بصراحه في السامسونج، انا بحب سامسونج جدا والالوان بتاعتهم، ولكن الموبايل هنا مش بيدي لك افضل تصوير فيديو، اخره 1080 30 فريم في الكاميرات الخلفيه والكاميرا الاماميه. اما بالنسبه لتاني افضل اداء فانا هختار موبايلين الصراحه، الانفينكس هوت 50 برو، موبايل ممتاز بيدي لك كاميرا اساسيه ولكن للاسف ما فيش كاميرا الترا وايد، وعندك كاميرا اماميه محترمه. وللعلم الموبايل ده بيقدم لك تصوير فيديو 2K 30 فريم، والكاميرات فعلا ممتازه. ده احسن تصوير فيديو انت ممكن تاخده في الفئه الاقتصاديه. اما بالنسبه للموبايل اللي بيتناصف معاه في المركز الثاني او بيتساوى معاه هو ريدمي نوت 14، بيقدم كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، ولكن للاسف ما فيش كاميرا الترا وايد. عندك كاميرا العزل وكاميرا الماكرو والاثنين 2 ميجا بكسل، وعندك كاميرا اماميه 20 ميجا بكسل. والريدمي نوت 14 صوره حلوه ممتازه، ما فيش اي مشكله، يمكن احسن كمان من الريدمي نوت 13 بالنسبه لي، فهو يزال منافس حلو جدا، ولكن اخره 1080 30 فريم فقط. واخيرا ريلمي سي 75 اللي بيقدم كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل، وعندك تصوير فيديو اخره 1080 في الكاميرات. صوره حلوه مقبوله، ما عنديش عليها اي اعتراض تماما. بس لو هنرجع ونتكلم بقى بالنسبه للسعر، انفينكس هيكون في المركز الاول لانه ب 149 دولار، سامسونج زي ما هو هيكون في المركز الثاني لانه ب 185 دولار، بعد كده الريدمي نوت 13 لانه ب 205 دولار او بيبدا من الرقم ده، واخيرا الريلمي لانه غالي 220 دولار. تعال بقى اما نبص على البصمات، الحاجات اللي موجوده في كل موبايل، ونبص كده على البصمه. عندك نوعين من البصمات، موبايلات بتقدم بصمات تحت الشاشه كويسه مفيش اي مشكله زي الانفينكس هوت 50 برو وزي الريدمي نوت 14، الاثنين دول بيجوا بصمات تحت الشاشه كويسه مفيش اي مشكله، ولكن انا بفضل بصمات زرار الباور اكتر زي السامسونج اي 16 وزي الريلمي سي 75، الاثنين بيقدموا بصمه موجوده في زرار الباور عادي. ولكن اسوأ حاجه بقى ان الريلمي سي 75 والسامسونج اي 16 الاثنين ما فيهمش مدخل 3.5 مللي، على عكس الانفينكس هوت 50 برو والريدمي نوت 14 اللي بيجوا لك بمدخل 3.5 مللي. ولو هنتكلم على السماعات الاستيريو فللاسف السامسونج اي 16 بيجي من غير سماعه ستيريو، اما بالنسبه للشاومي وبالنسبه للانفينكس والريلمي الثلاثه بيقدموا لك سماعات ستيريو كويسه جدا. اما بالنسبه لتقنيه الان اف سي لو انت بتدور عليها فهي موجوده في السامسونج اي 16، موجوده في الريدمي نوت 14، موجوده في الانفينكس هوت 50 برو، ومش موجوده في الريلمي سي 75. ولو انت بقى بتدور على ميكروفون لعزل الضوضاء عشان لو انت بتتكلم في مكان فيه دوشه ولا حاجه، فهو موجود في السامسونج اي 16، موجود في الريدمي نوت 14، وموجود في الريلمي سي 75، وللاسف مش موجود في الانفينكس هوت 50 برو.
اما بقى بالنسبه لمستشعر التقارب فدي حاجه حلوه بصراحه، الاربعه فيهم مستشعر تقارب عادي، ولكن سامسونج مستشعر التقارب سوفت وير بيشتغل من خلال السوفت وير عامه مش بيكون افضل حاجه، لكن شاومي وانفينكس وريلمي الثلاثه بيقدموا لك مستشعر تقارب حقيقي موجود في الموبايل. ولو انت بتسال عن مستشعر الجيروسكوب فللاسف مش موجود في السامسونج اي 16، وموجود في الثلاث موبايلات التانيين اللي هم الانفينكس والشاومي والريلمي، الثلاثه فيهم جيروسكوب عادي ما فيش اي مشكله. اما بقى بالنسبه لحجم البطاريه فاكبر حجم فيهم الريلمي سي 75 بطاريه 6000 ملي امبير، يليه الريدمي نوت 14 5500 ملي امبير، واخيرا انفينكس وسامسونج الاثنين 5000 ملي امبير. والاربع موبايلات البطاريه حلوه بتكمل معاك ما فيش اي مشكله لان المعالجات موفره. واخيرا بقى بالنسبه لسرعه الشحن فاعلاهم الريلمي سي 75 45 واط والشحن موجود في العلبه، بعده الانفينكس هوت 50 برو والريدمي نوت 14 الاثنين بيقدموا لك شواحن 33 واط وبرده الشواحن موجوده في العلبه. واخيرا السامسونج اي 16 الشاحن اخره 25 واط، وللاسف لا الشاحن ولا الجراب ولا اي حاجه موجوده في العلبه غير الوصله فقط. فانت لو بصيت هتلاقي ان مع الثلاث موبايلات الريلمي والشاومي والانفينكس انت هتشتري الموبايل ومش هتصرف اي جنيه لان كل حاجتهم موجوده في العلبه، لكن مع السامسونج انت لسه هتزود فلوس على 185 دولار، يعني ممكن توصل ل 200 دولار. فدول قدامك الاربع موبايلات زي ما قلت لك، انفينكس ارخصهم وفرق ملحوظ 149 دولار لانك مش هتصرف اي حاجه، سامسونج 185 دولار ولكن انت هتدفع فلوس كمان زياده فممكن توصل ل 200 دولار، ريدمي نوت 14 205 دولار، واخيرا الريلمي سي 75 220 دولار. وافتكر ان الاربع موبايلات دول هم موجودين في الفئه الاقتصاديه او هم الاربع موبايلات اللي هيكونوا ملوك الفئه الاقتصاديه لسنه 2025. فاكيد انت عرفت مين الموبايل اللي يناسبك دلوقتي واللي انت لازم تستناه، ومين الموبايل الاعلى قيمه مقابل سعر. دي مقارنه بسيطه بين الاربع موبايلات، كنت عايز اعرف زيكم مين الشركه اللي قدمت لي القيمه الاعلى مقابل سعر. ما تنساش لايكك سبسكرايبك الرايق وتفعل زر الجرس عشان يوصلك من لما كل جديد، وكالعاده انتظرني في فيديو جديد. سلام.